شرح كامل لواحد من أقوى الكروت الدولية، كارت واي، واللي تقدر تطلعه ببطاقتك الشخصية من أول 16 سنة، وكمان تقدر تشحنه وتحط فيه رصيد بالدولار عن طريق انستا باي، أو لو معاك رصيد فودافون كاش، كله من داخل الموقع. وكمان تقدر تطلع حساب بنكي دولي أمريكي أو حساب أوروبي تستلم عليه حوالات براحتك، وبعد كده تحولها على أي بنك مصري براحتك. يعني من الآخر كده الكارت ده هيحل لك كل مشاكلك، سواء مدفوعات على أي موقع دولي أو حتى جوجل بلاي المصري أو حتى مدفوعات البيبال، هيبقى معاك في كل حاجة. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو، لايك حلو منك كده للفيديو عشان ينتشر، واشتراك في القناة، ويلا بينا على طول على التفاصيل. اول ما بتدخل على الموقع كده زي ما انتم شايفين، خلي بالكوا هو لسه ما عملش التطبيق، هو موقع بس، لكن قدامهم هيعملوا تطبيق. فانت بتدخل على الرابط اللي في وصف الفيديو، بيظهر لك الصفحة اللي انت شايفها دي، فبيقول لك هنا لو عندك حساب تسجل دخول او ان انت تسجل حساب جديد، وبيقول لك ان هو مقبول على اغلبية المواقع العالمية. بعد كده هنا بضغط على ستارت فور فري. بعد كده هنا بتكتب اسمك الاول واسمك الاخير والايميل بتاعك، وبتعمل باسورد، وتحت هنا بتحط الكود اللي هو ظاهر قدامك ده، وبعد كده هنا بتضغط على ريجستر. بعد كده هنا بيبعت لك رسالة على الايميل عشان تضغط على اللي هو توثيق حسابك في كارد واي، وبالتالي كده تبقى فعلت الايميل وفعلت حسابك. خلاص بعد ما فعلت حسابي بالايميل ده، شكل الحساب بيبقى مكتوب فوق الرصيد وتحته الايداع والسحب، وبيقول لك هنا انت عايز تحصل على الكارت ولا عايز تفتح حساب بنكي بالدولار او باليورو. وطبعا حساب البنكي بالدولار او باليورو شرحته في الفيديو اللي ظاهر قدامكم. هنا هختار الكارت واضغط على جيت يور كارد. بعد كده هنا بيقول لي انت مطلوب منك تحط رقم موبايلك عشان توثيق الحساب، فدلوقتي حطيت رقم موبايلي. بعد كده هضغط هنا على سند فيريفيكيشن كود. زي ما انتم شايفين كده بعت لي كود مكون من 6 ارقام على الواتساب الخاص بموبايلي، فده كويس جدا عشان لو ما عندكش شبكه في البيت. زي ما انتم شايفين اهو الكود وصلني، كل المطلوب مني بعمل اللي هو نسخ للكود، وبعد كده برجع اعمل له لصق هنا على الموقع، وبعد كده بضغط على فيريفاي الكود. بعد كده هنا بيقول لي سعر الكارت $20، وطبعا الكارت صالح لمدة 4 سنوات، فبيقول لي هنا اعمل ايداع. فانا دلوقتي هضغط على عمل ايداع. بعد كده بيقول لي عايز تعمل ايداع بانستا باي ولا بكاش والت، فانا هضغط هنا انستا باي. بعد كده طبعا سعر متغير، انت هتختار المبلغ، اقل حاجة هو $20، هو عايز $20 منك اول مرة عشان تقدر تشتري الكارت. فبيقول لك هنا لما تيجي تحول المبلغ ليهم، هتحول على التحويل على حساب بنكي، هتختار بنك اسكندرية ورقم الحساب ده واسم المستقبل هو زي ما انتم شايفين كده، وهتعمل كل ده نسخ على انستا باي. وبعد كده بتضغط هنا على اي ام ريدي. بعد كده هنا بيقول لك اعمل المعامله بشكل كامل على انستا باي. كده خد سكرين شوت وارفعها على الموقع، واكتب عنوان الدفع اللي انت حولت منه او رقم موبايلك او حتى الرقم المرجعي بتاع المعامله، وبعد كده اضغط على سبميت ديبوزيت. بعد كده هنا بدخل على ايدنتيتي فيريفيكيشن، بضغط هنا على فيريفاي ناو. هنا بيطلب منك تحط اسمك الاول واسمك الاخير بالانجليزي، وطبعا تاريخ ميلادك. بعد كده هنا بيطلب مني اسم الشارع ورقم المنزل، وبعد كده هنا الجنسية مصري لان هو بيدعم مصر بس، وبعد كده هنا البلد اللي انا فيها، وبعد كده رقم البطاقة. بعد ما كتبت ال 14 رقم بتوع الرقم القومي، بيطلب مني هنا اصور وش وظهر البطاقة. بعد ما صورت البطاقة عندي على الموبايل، مطلوب مني هنا بختار نوع الوثيقة، وهو بيقول لي ممكن تقدر ترفع الباسبور او البطاقة. هنا هختار اللي هو الناشونال اي دي عشان انا هرفع صورة البطاقة. بعد كده هنا برفع وش البطاقة، وبعد كده هنا رفعت ظهر البطاقة، وبعد كده هنا بيقول لي صور نفسك سيلفي. بعد ما صورت نفسي سيلفي برفع الصورة على الموقع. بعد ما ظهرت كل الصور على الموقع وتم رفعها بنجاح، بضغط هنا على سبميت كي واي سي. زي ما انتم شايفين في خلال دقيقه واحده مكتوب لي انه خلاص الكي واي سي خلص، وان انا دلوقتي اقدر اطلب الكارت بدون اي مشاكل. وبالتالي كده التوثيق اخد معايا تقريبا دقيقه. توفيرا لوقتكم، بعد بقى ما خلصت خطوه الايداع والتوثيق زي ما وريتكم من شويه، وصلتني $20 في اقل من 4 ساعات.
وبعد كده قدمت على الكارت وحطيت كود الخصم اللي ظاهر قدامكم ده، نزل لي سعر الكارت بدل 20 دولار بقى ب 14 دولار بس، و6 دولار دول بتوعك. وكده كده انا قلت لك صلاحيه الكارت 4 سنين. ولو ضغطت على علامه العين دي هظهر بيانات الكارت زي ما انتم شايفين اهو، ظاهر ال 16 رقم بتوع الكارت. وكمان لو ضغطت على علامه ان انا الف الكارت ظاهر لي اهو اسمي على الكارت وتاريخ الانتهاء، وصلاحيه الكارت بتبقى 4 سنين. واهو الرقم السري اللي انا بستعمله في المعاملات الاونلاين. خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا عايز اوضحها لك. الرسوم الخاصة بالكارت ده زي ما انتم شايفين كده، رسوم المعاملات هي 1%. طبعا لو المبلغ عدى 100 دولار، اما لو المبلغ اقل من 100 دولار فهي بتبقى 1 دولار ثابتة على اي مبلغ. الحد الاقصى للخصم هو 5 دولار، يعني لو مثلا دفعت 500 دولار فهو برضه هيخصم منك 5 دولار اللي هي 1%. لو دفعت 1000 دولار هيخصم 5 دولار اللي هي نص في المية. فانت الحد الادنى بتاعك 1 دولار والحد الاقصى 5 دولار. طب لو بتدفع بعملة تانية غير الدولار بيخصم 1.5% بدل 1%. هو ده يمكن العيب الوحيد اللي انا شايفه للكارت. فانا دلوقتي صفرت الكارت عشان اوريكم ازاي اشحن الكارت من خلال التطبيق، لانه رصيد التطبيق منفصل عن رصيد الكارت. والميزه كمان ان انت تقدر تشحن الكارت وكمان تقدر ترجع شحنه الكارت على رصيد التطبيق عشان تقدر تسحبه، ودي خاصيه تقريبا مش موجوده في اي منصه تانية. لكن خلي بالك بقى انه الرصيد اللي على الكارت ده ما بتقدرش تسحبه الا لو رجعته تاني على التطبيق. خليني كده اجرب معاكم اشحن. هضغط هنا على لود، بعد كده هنا بيقول لي انت معاك في المين 3 دولار اللي هو المحفظه الرئيسيه. فانا هكتب له هنا ان انا عايز اشحن ب 3 دولار. طبعا الحد الادنى هنا 1 دولار والحد الاقصى 1000 دولار. فاضغط هنا على 3. طبعا 3 بتترحل تبقى اخر رقم، فبضغط هنا على صفرين بحيث ان هي تترحل تبقى اول رقم. بضغط هنا على فند الكارد. خلاص كده بعمل هنا ريفرش. خلاص هتلاقوا فعلا انه رصيد الكارت بقى 3 دولار ورصيد التطبيق بقى 0 دولار. طيب خلينا كده نرجع على الكارت ونضغط هنا على انلود، يعني تسحب رصيد الكارت على التطبيق تاني. بيقول لك برضو الحد الادنى 1 دولار والحد الاقصى 150 دولار. فبضغط هنا ان انا عايز ارجع بس من رصيد الكارت 1 دولار كتجربة يعني معاكم. فبضغط هنا على 1 وبضغط على صفرين بحيث يترحل، وبضغط هنا على انلود فاندز. تلاقوا بالفعل رصيد الكارت بقى 2 دولار ورصيد التطبيق رجع 1 دولار بدون ما تكلف اي حاجه. الموضوع سهل جدا وميزه كبيره جدا. واحد دلوقتي هيقول لي طب انا لو معايا رصيد ازاي اقدر اسحبه؟ تضغط هنا على withdraw، فبيقول لك هنا لو انت عملت السحب في غير اوقات العمل المفروض انه بدايه من الحد اللي هو بدايه العمل في البنوك المصريه بيبتدي التحويلات تتم. المفروض لو في ايام عمل عاديه بتتم في خلال من 24 ل 48 ساعه. فالناس واضحه في الموضوع. بضغط هنا على اد withdrawal method. دلوقتي لو ضغطت على طريقه السحب عندي هنا 3 طرق، يا اما حساب بنكي يا اما محفظه اللي هي الفودافون كاش او اورنج كاش او انستا باي. وبصراحه ده حاجه يعني جباره جدا. لو اخترت هنا حساب بنكي بكتب هنا اسم البنك واسم صاحب الحساب والايبان. اما لو اخترت انستا باي بتكتب بس عنوان الدفع اللحظي بتاعك بالانستا باي وبتوثقه بالاو تي بي. ولو اخترت هنا الكاش والت بتكتب رقم الكاش بتاعك. سيب لي الكومنت بتاعك وقول لي رايك في الكارت ده بعد التجربه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.